جرائم الدول الغربية التي تحدث في غزة ليست جديدة. دعونا نلقي نظرة على ما ارتكبه الغرب المتمثل في فرنسا بالمغرب، قطع الرؤوس والتمثيل بالجثث. لم يكن هذا مشهدا من فيلم رعب، حيث قام الاستعمار الفرنسي بأبشع أشكال العقوبة للمقاومين في مدينتي فاس ومكناس. في مواجهة احتلال فرنسا للمغرب، لجأ الفرنسيون إلى وسائل وحشية لإذلال المقاومة، حيث قطعوا رؤوس المقاومين دون رحمة، وأقاموا عروضا مروعة بجثثهم وسط صمت المجتمع الدولي. تحولت صور هذه الجرائم البشعة إلى بطاقات بريدية تحمل طابع الفخر للجيش الفرنسي دون أدنى احترام لحياة البشر وكرامتهم. كانت حقبة مظلمة تعلمنا دروسا مهمة عن مدى بشاعة الغرب في حربه على المسلمين، ولا زالت هذه الجرائم ممتدة إلى يومنا هذا، ترونها في غزة.